الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن رأفت باشا رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. ووصلنا إلى الصحابي ميسر ابن مسروق العبسي رضي الله عنه وأرضاه. وذكر الدكتور أنه أول قائد مسلم يقود جيشا من 6000 مقاتل فيدخل بهم أرض الروم رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: ها نحن أولئك في مكة على رأس 3 سنوات من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه جبريل بقول الله جل وعز: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن مرحلة جديدة من مراحل الدعوة قد بدأت، وأن عليه أن ينتقل من طور الإسرار إلى طور الإعلان. فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم لإنفاذ ما أمر به، واتفق يدعو الناس إلى الله جهرا بعد أن قضى 3 سنوات وهو يدعوهم سرا. فلم يترك مجتمعا من مجتمعات العرب إلا قصدها، ولا قبيلة من قبائلهم إلا عرض نفسه عليها وسألها أن تؤويه وتحميه حتى يبلغ رسالة ربه. وكانت قبائل العرب تجتمع كل عام نحو من 2 شهرين في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، فيبيعون ويشترون ويتناشدون الأشعار في المحافل، ويتفاخرون بالمآثر على المنابر، وتعزف لهم القيان بالمعازف، ويشهدون الرقص. قيان جمع قينة اللي هو المغنيات يعني. نعم. قينة ولا قينة؟ قينة أنا بعرفها قينة. ممكن نرجع لضبط نشوف. نعم. ويشهدون الرقص ويشربون الخمور، حتى إذا ما انتهوا من موسمهم هذا مضوا إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك حجهم. وكان صلى الله عليه وسلم يغتنم فرصة ذلك الموسم الكبير الذي يجمع شمل العرب كل العرب، فيسأل عن القبائل قبيلة قبيلة، ويتتبع منازلهم منزلا فمنزلا، ويعرض عليهم دعوته، ويذكر لهم خذلان قومه له، ويسألهم أن يؤوه وينصروه حتى يبلغ رسالة ربه، ويعدهم على ذلك الجنة. وكان بعضهم يؤذيه بلسانه فيسخر منه ويستهزئ به، وبعضهم يؤذيه بيده فيرميه بالحجارة، أو ينخس ناقته بعود أو نحوه فتجفل وتعثر، وبعضهم يرده رد فيه شيء من الرفق وهم قليل. وعلى الرغم من ذلك الصد الذي يلقاه كان لا يمل ولا يكل ولا يستر. وفي موسم من هذه المواسم كانت قبيلة عبس قد باعت واشترت، ثم خفت إلى منى لقضاء حجها. ثم خفت ايش يعني؟ نزلت تحت في يمين وادي. لا مش كاتب معنا خفت، كاتب معنا منى مكانها. نزلت يعني؟ لا نزلت منى، اتجهت إلى منى يعني. ونزلت عند الجمرة الأولى بالقرب من مسجد الخيف، فأقبل عليها صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته، وقد أردف خلفه حبه زيد بن حارثة. وكان بنو عبس قد سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يروه بعد، فوقف عليهم ونزل إليهم وأخذ يبشرهم وينذرهم بين يدي عذاب أليم، ويبين لهم محاسن الإسلام، ويتلو عليهم ما يتيسر له من آي القرآن، ويذكر لهم خذلان قريش له، ويدعوهم إلى إيوائه ونصرته حتى يؤدي رسالة ربه، ويعدهم الجنة. وكان في القوم ميسرة بن مسروق العبسي، فالتفت إلى قومه وقال: تعالوا يا قوم نؤوي هذا الرجل وننصره، فوالله ما سمعت قبل اليوم كلاما أنور من كلامه أو أعدل. فالتفت إليه رجل من قومه وقال: دع عنك هذا يا ميسرة، والله إن قوم الرجل أدرى به منك، ولو كان فيه خير لما نبذوه وتركوه يبذل نفسه للقبائل ثم لا يجد فيها ما يرضاه. وقاطعه آخر فقال: نعم إليك عنه يا ميسرة، والله ما يرجع به رجل إلى قومه إلا عاد إليهم بشر ما يرجع به أهل هذا الموسم. فقال ميسرة: أحلف لكم بالله ليظهرن أمر هذا الرجل الله أكبر حتى يبلغ كل مبلغ، فاستمعوا إلى نصحي وآووه وانصروه،
وطمع الرسول صلى الله عليه وسلم بميسرة وأقبل عليه وتشبث به وقال له ميسرة: والله ما سمعت قبل هذا اليوم كلاما أحسن من كلامك، ولا دعيت إلى أمر أعدل من أمرك، ولكن قومي يخالفونني كما رأيت، وإنما الرجل بقومه. انقضى على لقاء ذلك الرهط من بني عبس مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 عاما، نصر الله خلالها عبده وأعز جنده، وأظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أمره، ورفع له في الخافقين ذكره، وفتحت له مكة، ودانت قريش لحكمه، وطفقت أفواج العرب التي لم تسلم بعد تفد عليه من كل مكان جماعة إثر جماعة لتسلم بين يديه وتبايعه على السمع والطاعة. وكان في من وفد عليه قبيل حجة الوداع بقليل ميسرة بن مسروق العبسي. نعم، اللي هو عمل وفود هذا آخر عام حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما مثل بين يديه وشهد شهادة الحق قال: أعرفتني يا رسول الله؟ قال: نعم، صاحب ذلك الموقف بالقرب من الخيف في منى. نعم، هذا يعني من فضلا عن كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من يعني كمال عقله عليه الصلاة والسلام. يعني هو بالعمد شو قال لك؟ مر 20 سنة. تخيل الإنسان شافه بس مرة واحدة 20 سنة تمر وما ينسى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 20 سنة أصلا متغير، إذا كان شاب صار شايب وتغير ملامحه، وإذا كان صغير تغيرت ملامحه جدا. وكل اللي شافه موقف الله أعلم كم هو، دقائق ولا كم. ومع ذلك هو قال له: عرفتني؟ قال له: نعم، أنت غلام بني عبس. فعرفه مباشرة صلى الله عليه وسلم. هذا من كرم أخلاقه، من وفور عقله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من حفظه للعهد، إنه ما بنسى من أي إنسان أي موقف حسن. أي إنسان عمل له موقف حسن ما بنساه، يظل ذاكر له إياه. إنه هذا موقف حسن كان، إنه هو من بين قومه فضلا عن أقوام الآخرين اللي ذكر كيف كانوا يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد اللي وقف موقف طيب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أي إنسان يعمل له موقف حسن كان أبدا ما يغيب عن ذاكرته، ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه يجزيه عنه، كما فعل بأم معبد جزاها خيرا، وهو مرار طريق كان عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة، فجزاها خيرا بذلك. وغيره من الناس حتى مع كفرهم، زي اللي هو أجاره جبير بن مطعم، لما أجاره وهو ميت حفظ له العهد، قال: لو كلمني في هؤلاء النتنة لا أجزتهم له، أو لا يعني الأسرى لا أطلقتهم له. شوف قديش حفظ النبي صلى الله عليه وسلم العهد. هون شوف حفظه للعهد، إنه هذا الرجل موقفه الطيب اللي من 20 سنة ما نسي له إياه ولا نسي هذا الشخص. والإنسان لازم يكون هيك، يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى، إنه المعروف لا ينسى. عندك كريم الأخلاق لا ينسى المعروف أبدا، دائما يحفظ المعروف لمن كان حتى لو كان كافر، ويحاول يجزيه عليه، يعني يثيب الناس على المعروف اللي يعمل له. وهذا من كرم أخلاقه، اللي احنا أصلا هدف من قراءة هذه الكتب نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق أصحابه رضوان الله عليهم، أكمل الأخلاق. نعم شيخ. وقال ميسر: والله يا رسول الله ما زلت منذ أنخت راحلتك في ذلك المكان حريصا على اتباعك، وأبى الله إلا ما ترى من تأخير إسلامه، وقد هلك عامة النفر الذين كانوا معي في ذلك اليوم، فأين هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل من هلك منهم على غير دين الإسلام فهو في النار. هذه عقيدة يا إخوان، يعني ما جاملوا عشانهم قرايبه أو أهل قبيلته أو أصحابه، يقول له مثلا لا والله يهادن في الموضوع. العقيدة ما فيها موادنة، قول قطع فصل منتهي، مات على غير الإسلام كافر في جهنم، انتهى أمره، ما بنجامل. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لما سأله: أين أبي؟ قال له: أبوك في النار. فلما ولى وهو حزين قال له: أبي وأباك في النار، وأساء، لكن ما غير عقيدة أنه والله لا، عشان هذولا إخواننا في الوطن زي ما اخترعوا لنا مصطلحات جديدة، ما يعني لا، إذا سئلت في عقيدتك لا تهدن. العقيدة قطع ما فيها إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قال له: هذول وين هذول الجماعة؟ ما مش يكونوا أقاربه، على الأقل من قبيلته، أصحابه، رفقته يعني. ما قال له والله أفضل عند الله منك. الله أعلم، أفضل عند الله منك. لا، خلص، كل من مات غير الإسلام كافر في النار، أسأل الله العافية. نعم. فبكى ميسرة وقال: الحمد لله الذي أنقذني بك من النار يا رسول الله. والحمد لله الذي أنقذنا به من النار، الذي أنقذني بك من النار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبث أن لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وآلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه، وشبت نار فتنة الردة
وجعلت أكثر أحياء العرب تقول نقيم الصلاة ولكننا لا نعطي الزكاة. وعظم الخطب على المسلمين واشتد عليهم الكرب، وخافوا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجمها المرتدون مستغلين خلوها من الجند بسبب بعث أسامة بن زيد. فكلم بعضهم الصديق وقالوا اقبل منهم الصلاة ولا تلزمهم بالزكاة، واتركهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم فيزكوا. فانتفض الصديق لقولتهم هذه انتفاضة الأسد الجريح، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي ذات يوم من أيام تلك الفتنة المدمرة العمياء خرج ميسرة بن مسروق العبسي من ديار قومه في نجد على مرأى من المرتدين ومسمع، ومعه نفر كبير من قومه، وقد ساقوا أمامهم زكاة أموالهم من سمان الشياه وكرائم الإبل، وحملوها بأصناف الغلات مما تجب فيه الزكاة، ومضوا بها نحو أرض الحجاز ترفعهم النجاد وتحطهم الوهاد، فإذا علوا مرتفعا كبروا وإذا هبطوا منخفضا سبحوا. فلما بلغ ميسرة المدينة دخلها وهو يسوق أمامه ذلك القطيع الكبير الذي ازدحمت به الأزقة حتى أناقه أمام بيت مال المسلمين، فرح به أهل المدينة أعظم الفرح، وتلقاه الصديق بالغبطة وقال له بارك الله لك ولقومك بأموالكم وأثابكم الجنة. ثم أوصى بهم خالد بن الوليد. إيش الموقف هذا؟ موقف هذا أن بني عبس أصلا ارتدوا. الأسود العنسي كان يعني من الناس اللي ادعوا النبوة، وكذلك مسيلمة وغيره، فيعني كثير من الناس إيش ارتدوا ومنعوا الزكاة. فكان الموقف هذا أنه يخرج من بين الأقوام هؤلاء المرتدين ويجمع الزكاة ويأتي بها إلى المدينة حتى يسلمها له أبو بكر الصديق. يعني موقف عظيم أنه إيش يشجع على الثبات على الإسلام ويصد إيش الناس عن الردة. فكان هذا الموقف بجمعه لهذا المال وجمعه لهذا الناس وخروجه للمدينة يعني موقف تثبيت في مكة، في موقف يعني في هذا الوقت العصيب اللي هو ارتداد كثير من العرب، فكان موقف هذا مؤثر لذلك ذكروه. نعم. ومنذ ذلك اليوم توثقت عرى المودة بين ميسرة بن مسروق العبسي وبين سيف الله خالد بن الوليد، فانضوى ميسرة تحت لوائه ومضى معه مجاهدا في سبيل الله، على الرغم من أنه كان شيخا قد طعن في السن. وفي معركة فحل بالأردن اشتد البلاء على المسلمين وكاد يظهر عليهم الروم، فبرز من معسكر الأعداء فارس موفور الشباب وثيق الخلقة شديد البأس، وجعل يطلب مبارزا يبارزه فهابه الناس، فإذا بالشيخ المسن ميسرة بن مسروق يهب لمبارزته، فرده خالد وقال ليس لك به طاقة، وهو شاب شديد الفتاء وأنت شيخ معمر. فلم يستمع ميسرة لقوله وهم بالمضي نحو الفارس، فدفعه خالد إلى الصف وهو يقول أما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة فأطع وارجع إلى صفك. عند ذلك برز للفارس الرومي شاب من شبان المسلمين وما زال يقاتله حتى قتله، وكأن الله تباركت حكمته قد ادخر ميسرة في ذلك اليوم ليكون أول قائد مسلم يقود جيشا من 6000 مقاتل ويدخل بهم أرض الروم غازيا في سبيل الله، ثم يعود من غزوته مؤيدا بنصر الله حاملا معه الأسلاب والغنائم من الأسلاب نعم، حاملا معه من الأسلاب والغنائم ما فاق كل تقدير، معبدا الطريق أمام جند المسلمين منذ عهده إلى زمن محمد الفاتح. منذ عهده إلى زمن محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية فيما بعد. نعم. يعني هو كان بداية فتوحات الروم، يعني هو بفتح اللي هو ميسرة رضي الله عنه، وما هذا الطريق هو بدأ بالفتح رضي الله عنه والله. وهذه المواقف الجليلة طبعا إنه فتح أرض كامل يكون بدايتها منه، يعني هو اللي إيش سبب فتح كل ما بعده، فكل ما البلاد فتحت ودخلت في الإسلام بعده، وكل من أسلم في هذه البلاد وميزان حسناته إن شاء الله رضي الله عنه وارضاه. هذا من الصحابة اللي إيش المغمورين عند الناس. هذا هو زي ما قلنا من أهداف قراءة هذا الكتب، إنه نتعرف على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أولى من التعرف على شو أولى ما يقارن أصلا، بدل يعني تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، بدل ما يتعرفوا الناس على فنانين والفنانات والفاسقين والفاسقات، أصل يتعرف على هؤلاء هم أصلنا وفصلنا رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. الفاسقين والفاسقات كلهم نسأل الله العافية. نعم. لا هذا غير هذا ميسر العبسي، هذا غير، هذا مولى خديجة اللي حكى عنه الشيخ. بعديه ايش؟
لما اجوا على المدينه وجاب الغنائم، الحوار اللي صار بينه وبين الصحابه مع عمر مع ابو بكر الصديق، هذا الموقف اللي قبل شوي قرأناه ماله؟ مين اللي نقل؟ اللي موجود في كتب التاريخ عن طريق الأسانيد، عن التابعين، تابعي التابعين، منقول بالأسانيد. يعني كل هذه الأمور تنقل بالأسانيد. هو هذا الكتاب لأنه معاصر وبدوش يجيب لك أسانيد حيث أنه تمل في القراءة، فهو مختصر لك إياها. لكن لو ترجع مثلا، هو شوف آخر كل صحابي كاتب لك هون: للاستزادة من أخبار ميسرة ارجع البداية والنهاية، بتلاقيها بالأسانيد الكامل. أسد الغابة، حياة الصحابة، الإصابة مثلا، والبداية والنهاية، وأيضا أسد الغابة، كلها بالأسانيد. تلاقي كل قصة برويها بتذكر لك سندها عن التابعي اللي شاهد القصة ونقلها. عرفت كيف؟ بس هون عشان كتاب معاصر هذا ما بده يملل لك بالأسانيد، تعودوش الناس على قراءة الأسانيد وسماعها، فهو بده يسهل، خاصة الشباب سهلهم المعلومة، يجيب لهم إياها من غير أسانيد، ولا كله موجود بالأسانيد في الكتب، ما فيش زي السيرة النبوية، سيرة ابن إسحاق كلها بالأسانيد، سيرة ابن هشام كلها بالأسانيد. بس الكتب المعاصرة تأخذ منها السيرة بتحذف السند عشان يريحك في القراءة. أما هو موجود، لو ترجع للأصول نعم، في كتب أصول بها أسانيد. عرفت كيف؟ زي حديث، أنت هسه ما تسمع مني حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث أنت سمعت قال صلى الله عليه وسلم، طب مين نقله؟ أرجع أنا وياك هسه على صحيح البخاري نفتحه بنلاقي السند، وأنا مسند بالبخاري، مني للبخاري، والبخاري معه السند للنبي صلى الله عليه وسلم، فكله بالأسانيد. عرفت كيف؟ فأنا بس من باب الاختصار، ولا ما في أخبار تنقل هيك عندنا في الإسلام زي اليهود والنصارى وغيرهم. لا، ما فيش إن خبر بينزل من السماء بدون سند، كله بالأسانيد. نعم، الله يا رب يفعلنا وياك، الله يصلح بيتك. نعم، آل البيت عاد، آل البيت عليهم السلام. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. يا رب إنه ما تيجي مخيلتكم صورة حمزة اللي الناس تتخيلوها في فيلم الرسالة. حمزة هذا مش أي حدا. رضي الله عنه. نعم. حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شهداء المسلمين، أبو عمارة. نعم. قال رحمه الله: هذا الصحابي الجليل كان كربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صبيين يدرجان في شعاب مكة. مر معنا الترب اللي هو قريب بالعمر أو نفس السن. نعم. وكان أخا له من الرضاع، حيث يعني عمه وأخوه في الرضاعة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تغذيا من ثدي واحد، وكان يتصل به بأوثق وشائج القربى. ذلك شوي خلينا نشيلها عشان ما تضلش. وكان أخ له من الرضاعة، حيث تغذيا من ثدي واحد، كان يتصل به بأوثق وشائج القربى. ذلكم هو حمزة بن عبد المطلب، عم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، سيد شهداء المسلمين. كان حمزة بن عبد المطلب يوم نبئ الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قد جاوز 40 قليلا، وكان يومئذ سيدا من سادات قريش المعدودين، وصنديدا من صناديدهم المرموقين، تحسب له مكة 1000 حساب، ويكن له أهلها الحب المشفوع بالتجلة والإعظام. مش نفس العمر، قد جاوز 40، مش نفس الشيء. طيب ماله، ايش الغريب؟ النبي ينبئ على 40 سنة. طيب هو كان عمره يعني أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين كأنه. ايش اللي مش نفس، عشان رضعوا مع بعض، مش نفس العمر. لا، أكبر منه كانوا بسنة أو سنتين، مش رضع بنفس الوقت. لا مش بالضرورة رجع بنفس مش نفس الوقت، بس رضع من ثويبة. صحيح يا شيخ؟ أنت خبير سيرة ابن إسحاق. نعم، فهو مش نفس السنة رضع يعني، بس رضع من نفس المرأة. كان يومئذ سيدا من سادات قريش المعدودين، وصنديدا من صناديدهم المرموقين، تحسب له مكة 1000 حساب، ويكن له أهلها الحب المشفوع بالتجلة والإعظام. وعلى الرغم من الصلات الواشجة بينه وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يعر دعوته كبير اهتمام، ولم يسلم حين أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين. نعم، بالأمور هذه عشان أنت فتحت الموضوع، بعض الناس بظن إنه الأخ في الرضاعة والأخت في الرضاعة لازم يكون رضعوا بنفس الوقت من نفس المرأة. لا، لو واحد رضع من المرأة السنة هاي وبعديها ب20 سنة رضعت امرأة بنت، يعني القضية مش إنه يجتمعوا على الرضاعة، لا، رضعوا من نفس المرأة ولو بعد مليون سنة، ما دام نفس المرأة أرضعت هذا وأرضعت هذا ولو بعد سنوات، هو أخوه في الرضاعة. نعم، بعض الناس فكر لازم مع بعض تكون حملتهم واحد على الثديات واحد على الثديات. لا، مش هيك، ما دام رضعوا منها بأي وقت فهو أخوه في الرضاعة. نعم. الله يستر. ولقد كان الفارس الهاشمي صاحب صيد، يجد فيه متعته الكبرى ويستنفد في كره،
وفره طاقاته الزاخرة المشبوبة. وفيما كان ذات يوم راجعا من صيده متنكبا قوسه عارضا رمحه يمشي مشية الزهو والخيلاء، إذ اعترضته مولاة لعبد الله بن جدعان قالت له: لو أنك يا أبا عمارة سمعت ما سمعته من سباب أبي الحكم لابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم، ورأيت ما رأيته من هجمته عليه، لكان لك اليوم شأن آخر. فما كادت كلماتها تلامس سمعه حتى استشاط غيظا وتميز صدره حمية، وسأل الفتاة عما إن كان قد رآه أحد وهو يسبه، فقالت: لقد رآه ناس كثير. فعاد الفارس الهاشمي أدراجه ويمم وجهه شطر الصفا حيث كان أبو جهل يتوسط حلقة القوم، فأقبل عليه وضربه بقوسه ضربة شجت رأسه وأسالت دمه، ثم أعلن إسلامه على رؤوس الأشهاد وجهر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال متحديا: ها أنا ذا قد أسلمت، وإن كان في وسع قريش أن تردني عن الإسلام فلتفعل. ولما رأى بنو مخزوم دماء سيدهم أبي جهل تنزف من رأسه وتغطي وجهه نهضوا إلى حمزة بن عبد المطلب يريدون أن ينالوا منه، فما كان من أبي جهل إلا أن قال لهم: دعوا أبا عمارة فقد أهنته في ابن أخيه حين سببته وشتمته على ملأ من الناس. طبعا هذا موقف ما تستهين فيه، يعني هذول بني مخزوم فضلا عن أنه أبو جهل هو أبو جهل مش أي واحد يعني، وحولوا قومه من بني مخزوم. أصلا هذول جماعة بني مخزوم كلهم فرسان، يعني كانوا معروفين في الفروسية ورباطة الجأش، يعني مش ناس عاديين. فإنه يدخل من بيناتهم ويضرب سيدهم ويفتح راسه، إذا جاز التعبير بالعامية، هذا مش موقف سهل يعني. أو يقول لهم: لا أنا مسلم يلا فرجوني إيش كنت تسوي. فهذا مش موقف إنسان عادي. نعم رضي الله عنه. نعم. وفي لمح البرق ذاع نبأ إسلام حمزة في مكة، فوقع ذلك الخبر هي نعم الخبر على المشركين وقوع الصاعقة. أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فحدث بما شئت عن فرحته بإسلام عمه ولا حرج. وأما المسلمون فقل ما طاب لك القول عن بهجتهم بانضمام صنديد قريش إليهم، وهم عرفوا في مكة يومين أبهج على قلوبهم وأعز على نفوسهم، هما يوم إسلام عمر بن الخطاب ويوم إسلام حمزة بن عبد المطلب. فما إن أسلم حتى عزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرج إلى الكعبة ويطوف بها ويؤدي صلاته عندها على مسمع ومرأى من قريش، واستجاب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في حراستهما أحدهما أمامه والآخر وراءه حتى بلغ الكعبة المعظمة، فطاف بالبيت 7 وصلى الظهر عنده آمنا مطمئنا، ثم انصرف إلى دار الأرقم وعيون قريش تنظر إليه وقلوبهم تميز غيظا منه وضغينة عليه. وهذا حكى حتى نعم الموقف نشوفه بالجنة إن شاء الله يا رب. هذا حكى ابن مسعود إنه ما كان أحد يجرؤ إنه يجهر بالصلاة في الكعبة إلا بعد ما أسلم عمر وأسلم حمزة يعني بالذات. فبعد ما أسلم صار يجهر بالصلاة، ولا كان يخاف ما أحد يصلي قدام الناس عند الكعبة، يصلوا مستخفين يعني. رضي الله عنه وارضاه. نعم. ولما هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة كان أول لواء عقده لعمه حمزة بن عبد المطلب، وهو أول لواء عقد في الإسلام. في يوم بدر أبلى حمزة في قتال المشركين أشد البلاء وأعظمه، فكان ثقيل الوطأة على المشركين شديد النكاية بهم. فما إن التقى الجمعان في ذلك اليوم الأغر حتى برز حمزة كالجمل الأورق، وقد وضع على صدره علامة تميزه من غيره وتدل عليه من أراد أن يقصده، وكانت علامته ريشة نعامة حمراء أثبتها على صدره. وهنا خرج من بين صفوف المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد اللات والعزى لأشربن من حوض المسلمين أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فبرز له حمزة رضوان الله عليه وضربه ضربة أطارت ساقه، فوقع على ظهره والدماء تشخب منه، ثم جعل يحبو نحو الحوض ليبر بيمينه، فأجهز عليه حمزة قبل أن ينال مبتغاه. طبعا يعني مش هتتخيل يعني هذه الأمور تروها الناس من الخيال، يعني لما يجيبوا أفلام وكذا إنه واحد يضرب واحد بالسيف طير له راسه أو كذا، هذا مش خيال أيام. كان ضربه ضربة طير رجله، تعرف يعني ضربة سيف يقطع رجل. بس احنا بنشوفهم اللحامين هذول يجيب ساطور عشان ايش يضل يقطع في فخذ الخروف وقت ساعة وبضرب فيها. ها لا هذول كانوا سيوفهم غير وحتى شدتهم غير. فضربة واحدة قطع طير رجله، قطع رجله. يعني انت مش بتصور الفكرة. ده بقول لما تسمع الحديث او تسمع الفاظ الحديث النبوي بالذات النبي صلى الله عليه وسلم ركز فيها وعيش الجو. يعني ليش يعني انه واحد ضربة سيف طير رجل، هذا معناته هذا انسان
نفس الشيء لما ضير رقبته نفس الفكرة ف يعني هذا معناته إنسان مش فارس عادي يعني رضي الله عنه. نعم. ثم خرج من بعده عتبة بن ربيعة ومعه أخوه شيبة وابنه الوليد، فلما فصلوا عن الصف دعوا إلى المبارزة، فنهد إليهم في لمحة الطرف 3 فتية من الأنصار كأعواد الرماح، فقال لهم عتبة: من أنتم؟ فقالوا: جماعة من الأنصار. فقال: ارجعوا، ما لنا بكم حاجة. ثم نادوا: يا محمد صلى الله عليه أخرج لنا الأكفاء من بني قومنا. فقال صلى الله عليه وسلم: الأكفاء بتصير العميان معناته الأكفاء دير بالك. أخرج لنا الأكفاء من بني قومنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة ابن الحارث، وقم يا حمزة بن عبد المطلب، وقم يا علي بن أبي طالب. فقال عتبة: الآن نعم، أكفاء كرام. فقام علي إلى الوليد بن عتبة حيث برز الكرام. هذه سبحان الله خطبة الجمعة الماضية اللي قبل الماضية، كنت عند الموقف هذا أنا في بدر، فقلت شوف هذا مشرك وصنديد جاي يحارب الإسلام ومع ذلك شهد بالحق لخصمه. يا رجل والله عندهم أخلاق الجاهليين. انسى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أعتلوا يتمم مكان من الأخلاق. لما شوف قال أكفاء كرام. طبعا وحكوها أنا هنحط لك إياه عن مين؟ عن حمزة رضي الله عنه وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو في الرواية الموجودة في الكتب السيرة وحكوها عن الأنصار. قالوا له: مين أنتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان من الأنصار. قال: أكفاء كرام، لكن مش أنتم حاجتنا، ابن قاربنا. فتخيل شهادتهم ليش؟ عدوهم اللي بقاتلهم قاعدين بالسيوف، هم صناديد قريش وأعدائهم، لكن شهادة حق أكفاء وكرام، فضلا عن الأدب في الخطاب. يعني تخيل كيف يعني بيكلم هو عدوه ما بيكلمه بأسلوب سيء، بيكلمه بأسلوب محترم. احنا الآن صديقه نسأل الله العافية. الله يا ربي يحسن أخلاقنا. نعم. وقام علي إلى الوليد بن عتبة وكانا شابين متشابهين فقتله. ثم قام حمزة بن عبد المطلب إلى شيبة بن ربيعة وكانا متقاربين سنا فقتله. وكان عبيدة بن الحارث إلى وقام عبيدة بن الحارث إلى عتبة بن ربيعة وكان شيخين فقتله. ثم استشهد عبيدة متأثرا بجراحه. وما إن قتل أبطال قريش 3 في لحظات معدودات حتى حمي وطيس المعركة، وأبلى حمزة بلاء ملأ قلوب المشركين حقدا عليه وكيدا منه. وفي أحد كان المشركون يريدون أن ينتقموا من قاتلي رجالاتهم عامة، وكانوا يريدون أن ينتقموا من حمزة خاصة بعد أن أذل كبرياءهم في بدر وقتل من أقيالهم من قتل. كاتب لك القيل الملك أو الرئيس، وسمي بذلك أنه إذا قال قولا نفذ. ولما رأى حمزة الهزيمة التي حلت المسلمين هاد وماد وجعل ينادي: أنا أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني أبا سفيان وأصحابه، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني تفرق المسلمين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأخذ يعمل سيفه يمنة ويسرة حتى نال الشهادة غيلة على يدي غلام حبشي يدعى وحشيا. ولما علمت نساء المشركين بمصارع أبطال المسلمين وعلى رأسهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب، هرعت طائفة منهن تتقدمهن هند بنت عتبة التي قتل أبوها وأخوها وعمها في بدر على يدي حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، فجعلت تجوس بين القتلى فتبقر البطون وتسمل العيون وتصلم الآذان وتجدع الأنوف. ثم صنعت من الأنوف والآذان قلائد وخلاخيل تزينت بها، ومنحت حليها إلى وحشي مكافأة له على قتل حمزة. ولما بلغت هند حمزة رضوان الله عليه شقت صدره واجتثت كبده ومضغته فلم تسغه فلفظته، ومن هنا دعيت بآكلة المرار. ولما انجلى غبار المعركة وشاع خبر التمثيل بالمسلمين خيم على المدينة حزن عميق، وأقبلت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلوات الله عليه لترى ما حل بأخيها. وقال صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام: ألقها فأرجعها حتى لا ترى ما بأخيها، يعني لاقيها روح رجع. فبادر إليها وقال: يا أمه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالرجوع. قالت: ولم؟ لقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله، والله لا أصبرن وأحتسبن إن شاء الله. فأخبر الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت، فقال: خل سبيلها. فأتت أخاها فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت له، ثم قالت: هذان ثوبان جئت بهما ليكفن بهما. فقال الزبير:
فلما هممنا أن نكفن حمزة بهما فإذا إلى جنبه رجل شهيد من الأنصار مثل به كما مثل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، ثم نظرنا فإذا أحد الثوبين أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما بالثوب الذي صار له. وكان حمزة رجلا طوالا، فإذا ستر الثوب رأسه بدت رجلاه، وإذا ستر رجليه بدا رأسه. قال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه بالثوب واجعلوا على رجليه بعضا من ورق الشجر. ولا تسأل عن حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، وقد نظر عليه الصلاة والسلام إلى مشهد لم ير أوجع منه فقال: رحمة الله عليك، لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات، أما والله لأمثلن ب70 منهم إن ظفرت بهم. فنزل عليه جبريل عليه السلام قبل أن يبرح مكانه بقوله جل وعز: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأمسك عن ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء فدفنوا جماعات جماعات، وقال: انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام الصحابة، ثم أشرف عليهم جميعا وقال: أنا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون دم والريح ريح المسك. ولما واراهم النبي صلى الله عليه وسلم ترابهم عاد إلى المدينة أسوان حزينا، فمر بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهر فسمع بكاء النساء ونشيجهن على قتلاهم، فأهاج حزنهن حزنه وأثارت لوعتهن لوعته، وطفيرت الدموع من عينيه الكريمتين، وقال: ولكن حمزة لا بواكي له. فسمع رجال الأنصار كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فحزت في نفوسهم، وأمروا نساءهم أن يذهبن إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبكين عمه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءهن على حمزة قال: رحم الله الأنصار، ارجعن يرحمكن الله، قد آسيتن وعزيتن. رضي الله عنه ورضي الله عنه. نعم. أبو عقيل الأنيقي. نعم. قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما زال أبو عقيل يسأل الله الشهادة ويطلبها منه حتى نالها، ولقد كان ما علمت من أخيار أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: استفحل أمر مسيلمة الكذاب واشتد، فقد اجتمع له 40,000 من قومه بني حنيفة، وظاهرهم ونحو من 20,000 من الأحلاف، فكان جيشه أعظم جيش عرفته العرب حتى ذلك اليوم، وكان في الوقت نفسه يزيد أضعافا مضاعفة على جيش خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. ولم يكن الخطر الداهم الذي حل بالمسلمين آنذاك مقصورا على مسيلمة الكذاب وجيشه اللجب الموحد المتماسك، وإنما كان يبرز هذا الخطر أيضا في المرتدين الآخرين الذين كانوا في جملتهم يؤمنون بالله ويشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمارون في إقام الصلاة، غير أنهم كانوا يطالبون بأن يكف الخليفة عن مطالبتهم بإيتاء الزكاة. أما مسيلمة الكذاب ومن معه فكانوا ينكرون نبوة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ويكفرون بالكتاب العزيز الذي أنزله الله عليه، ويؤمنون بنبي يفتري على الله الكذب اللي هو مسيلمة. نعم. فإذا قدر لهذه القوة الهائلة أن تنتصر فإن ذلك سيفضي إلى القضاء على الإسلام وأهله، وألا يعبد الله في جزيرة العرب بعد ذلك اليوم. رمى الصديق رضوان الله عليه مسيلمة الكذاب بجيش يقوده عكرمة بن أبي جهل، وعكرمة إن كنت لا تعلم فارس هيجاء وبطل معامع وابن حروب، ثم إنه جعل تحت لوائه أبطالا صناديد أنجادا معودة سيوفهم على النصر، لكن مسيلمة نكبهم نكبة أطارت صواب المسلمين وأثارت غضب خليفتهم أبي بكر الصديق، فطير رسولا من عنده ليمنع الجيش المنهزم من العودة إلى المدينة حتى لا يفت في عضد المسلمين، وأمره بالبقاء حيث هو، ثم كتب إليه كتابا يلومه فيه على تعجله قبل استكمال عدده وعدته، ويقول له: لا أرينك ولا ترني ولا ترجعن إلى المدينة فتوهن عزائم المسلمين وتفت في عضدهم. هزت هزيمة عكرمة ضمائر المسلمين هزا، وفتحت عيونهم أكثر من ذي قبل على الخطب الداهم، وهب الخليفة لاستنقاذ الإسلام والمسلمين من هذا الخطر المحيق،
فأخلى بعض الساحات من جند المسلمين، وتغاضى إلى حين عن المرتدين الذين أبوا دفع الزكاة، وذلك ليحشد لمسيلمة أكبر جيش يستطيع حشده، وليوفر لهذا الجيش أضخم طاقة تكفل له النصر بإذن الله. كون الصديق جيشه من فيالق ثلاثة: أولها فيلق المهاجرين الذين كابدوا في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما كابدوا، وعانوا من أجل الدعوة ما عانوا، وبنوا بأيديهم صرح الإسلام لبنة ومزجوا ترابها بالعرق والدموع. وثانيها فيلق الأنصار الأبرار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزروه ومنعوه وحاربوا معه أعداء الله فشهدت لهم الحروب. وثالثها فيلق أبناء البوادي وأصحاب القوة والبأس والنجدة، ثم جعل في الجيش جمهرة من القراء حملة كتاب الله، وكان عليهم حريصا وبهم ضنينا، ثم ضم إليهم البدريين، على الرغم من أنه كان يقول عنهم: لا أستعمل هذه النخبة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حرب، وإنما أستبقيهم لصالح الأعمال، فإن الله تبارك وتعالى قد يدفع بهم من البلاء أكثر مما يأتي على أيديهم من النصر. ثم عقد لواء الجيش لسيف الله المسلول خالد بن الوليد. التقى الجمعان على أرض اليمامة، فصف مسيلمة جنوده بعقربة، وجعل وراء الجيش النساء والأطفال والأموال، وصف خالد جنوده في قبالة جيش عدوه، ووقف الجيشان يتربصان الأمر بالهجوم الكاسح. وكان كل من الفريقين يرى عين اليقين أن هذه المعركة إنما هي معركة فناء أو بقاء. وقف شرحبيل بن مسيلمة الكذاب نعم يهز مشاعر النخوة والعصبية عند بني قومه، فقال: يا بني حنيفة، إن هذا اليوم يوم الغيرة والحمية، فإن هزمتم فسترون النساء اللواتي احتمين بكم سبيات، فامنعوا نساءكم وأطفالكم، وقاتلوا عن أحسابكم وأنسابكم، وشدوا على عدوكم. فما كاد ينهي كلامه حتى انصب بنو قومه على صفوف المسلمين انصباب الصخور، وتدفقوا عليهم تدفق السيل، فانثنى صف المسلمين هزيمة، وأزيل خالد بن الوليد عن فسطاطه، ووقعت زوجته أم تميم في قبضتهم، فهموا بقتلها لولا أن أجارها رجل منهم فسلمت. تلقى خالد من الصدمة رابط الجأش ثابت الجنان، ذلك لأنه لم يخامره شك في نصر الله، ولا مسه قنوط بتأييده، ففكر واستشار، فهداه التفكير والمشورة إلى أن سبب الهزيمة إنما هو تواكل فيالق المسلمين الثلاثة بعضها على بعض. وصاح في الجيش: امتازوا أيها الجند، امتازوا ليعلم بلاء كل فريق منكم، وليعرف المسلمون من أين أتوا. فجرت صيحة خالد بن الوليد حمية المسلمين لدين الله، وأججت أشواقهم إلى الاستشهاد في سبيل الله، ورفعت عن أعينهم الحجب، فرأوا قصور الجنة مفتحة الأبواب لاستقبال الشهداء. عند ذلك برزت في صفوف المسلمين بطولات لم تخطط يد التاريخ أجل منها وأعظم، وظهرت في جند الله رجولات لم تكن أسفاره أعز منها ولا أكرم. وكان في طليعة هؤلاء الأبطال بطل قصتنا هذه عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري المكنى بأبي عقيل الأنيقي. فلنستمع إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو الذي سيروي لنا قصته الرائعة. قال عبد الله بن عمر: لما اصطف المسلمون للنزال يوم اليمامة، كان أبو عقيل الأنيقي يغلي كالمرجل ويتوثب كالليث، أما إن نشب القتال حتى جعل نحره دون نحور المسلمين، وأقام صدره دون صدورهم، فكان أول من أصيب بسهم في ذلك اليوم. لقد دخل السهم في صدر أبي عقيل الأنيقي، واستقر بين كتفيه دون أن يمس فؤاده، ولو مسته لمات لساعته، فمد يده إلى السهم وانتزعه من بين كتفيه، وثبت يقاتل حتى أوهن الجرح شقه الأيسر، ثم ما لبث أن خارت قواه، وسقط في مكانه مقبلا غير مدبر، فاحتملناه إلى رحله وجعلناه فيه، وكان غير بعيد عنا. فلما حمي وطيس المعركة وتضعضع المسلمون، سمع أبو عقيل البراء بن مالك الأنصاري ينادي: أين أنتم يا معشر الأنصار؟ أين أنتم؟ أنا البراء بن مالك الأنصاري، هلموا إلي يا معشر الأنصار. ثم رأى معنى بن عدي الأنصاري يكسر غمد سيفه ويثب إلى المقدمة، ويعلو نشزا من الأرض ويصيح: الله الله يا معشر الأنصار، الكرة على عدوكم يا من نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: نظرت إلى أبي عقيل فرأيته ينهض واقفا، فدنوت منه وقلت: ما تريد يا عم؟ فقال: أما سمعت البراء بن مالك الأنصاري ومعنى بن عدي يناديانه؟ فقلت: إنهما لم ينادياك ولم يسميا أحدا بعينه، ثم إنهما لا يعنيان الجرحى. فقال: إنما يناديان الأنصار،
وأنا واحد منهم، وإن علي أن أجيبهما ولو حبوا. ثم تحزم وأخذ السيف بيده اليمنى وجعل ينادي يا للأنصار كرة حنين، يا للأنصار كرة ككرة حنين. فاجتمع الأنصار وتراصوا وتقدموا المسلمين وتثانوا حتى أقحموا مسيلمة ومن معه حديقة الموت، فاختلطنا بهم نحن معشر المهاجرين وآزرت سيوفنا سيوفهم. ثم لاحت مني التفاتة فإذا أبو عقيل عند باب حديقة الموت وقد قطعت يده من المنكب ووقعت على الأرض وبه من الجراح 14 جرحا كلها مميت. فوقفت عليه وهو صريع بآخر رمق وقلت أبا عقيل، فقال بلسان ملتاف نعم. لبيك، لمن الهزيمة؟ قل لي لمن الهزيمة. فقلت أبشر، فقد قتل عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم لفظ آخر أنفاسه. قال عبد الله بن عمر: فلما عدت إلى المدينة أخبرت الفاروق بخبر أبي عقيل كله فدمعت عيناه، وقال: رحم الله أبا عقيل رحمة واسعة، فإنه ما زال يسأل الله الشهادة ويلح في طلبها حتى نالها. ولقد كان ما علمت من أخيار أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وصفوة أتباعه رضي الله عنه. نختم بسعيد بن العاص، ومر معنا في رجال حوض الرسول سعيد بن العاص رضي الله عنه. نعم. كان أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: سعيد بن العاص الأموي القرشي، صحابي موغل في المجد، عريق السؤدد، لأن فجده سعيد كان يقال له ذو التاج. نعم، مر معنا أكثر مرة. نعم. لأنه كان إذا اعتم لا يعتم أحد من قريش بعمامر من لون عمامته حتى ينزعها إعظاما له وإجلالا لشأنه. وأبوه العاص بن سعيد كان سيدا من سادات قريش وكبيرا من كبرائها. خاض مع المشركين معركة بدر هو وأخوه عتبة فقتلا معا، وكان مصرع العاص على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان سعيد يوم قتل أبوه وعمه في بدر الثانية من عمره، فكفله عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان بينه وبين الصبي الصغير من أواصر النسب. فنشأ سعيد بن العاص في كنف الجواد العباد السجاد لعثمان ذي النورين عثمان بن عفان، ودرج على عين زوجتيه رقية وأم كلثوم بنتي سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فورث المجد كابرا عن كابر، ونهل الشمائل الكريمة والخلائق العظيمة من أعذب ينابيعها وأصفاها، وأخذ الإسلام من أغزر مناهله وأقواها، وقرأ القرآن على خديم كتاب الله عثمان بن عفان. نعم، يعني قرأ القرآن، حفظ القرآن. وتلقاه غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في جملة 12 رجلا الذين كتبوا القرآن على عهد عثمان وعلموه للناس. بدت على سعيد بن العاص علامات السيادة منذ كان فتى يافعا. وقد روي أن امرأة نذرت أن تعطي بردا ثمينا كان عندها لأكرم العرب، قيل لها: أعطه لهذا الغلام، يريدون سعيد بن العاص، فسميت الثياب الفاخرة بعد ذلك بالسعيدية نسبة إليه. لقد كان هؤلاء على حق حين تنبأوا لسعيد بن العاص بما تنبأوا له من السيادة والجود. فقد ولي سعيد بن العاص للمسلمين الولايات، وقاد لهم الجيوش، وفتح لهم الفتوح، حيث فتح الله على يديه طبرستان وجرجان، وظل واليا من قبل عثمان على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى استشهد الخليفة المظلوم رضي الله عنه. لكن الصفة التي غلبت على سعيد بن العاص هي الأريحية والجود، حتى إن معاوية بن أبي سفيان لقبه بكريم قريش. وقد أغدق الله على سعيد بن العاص المال بغير حساب، فجاد به سعيد على عباد الله بغير حساب أيضا. وقد رويت له في ذلك أخبار رائعة كثيرة، وحكيت عنه قصص فذة مثيرة ملأت صفحات التاريخ ثناء وضياء. من ذلك أن سعيد بن العاص كان يصر صرر المال في كل جمعة ويضعها بين أيدي المصلين من ذوي الحاجات، حتى إذا فرغوا من صلاتهم أخذوها فرحين بها من غير مسألة. وكان رجل من القراء يحضر مجلسه ويأخذ عنه كتاب الله، فافتقر وأصابته فاقة شديدة، فقالت له زوجه: إن أميرنا سعيد بن العاص يوصف بالجود، فلو ذكرت له حالك فلعله يسمح لك بشيء. فقال: ويحك، أتريدين أن تسلخي وجهي؟ والله لا أفعل. فما زالت تشتد عليه
الحاجة وتلح عليه. سمعت قال صلى الله عليه وسلم. طب مين نقل؟ ارجع ابو الحديث، ارجع ابو على صحيح البخاري نفتح ونلاقي السند. تحدث الصح. مسند البخاري. فما زالت تشتد عليه الحاجة وتلح عليه زوجته في الطلب حتى أتى مجلس سعيد بن العاص كما كان يأتيه كل مرة. فلما انصرف الناس ظل الرجل جالسا في مكانه، فأقبل عليه سعيد وقال: أظن جلوسك لحاجة. فسكت الرجل، فقال سعيد لغلمانه: انصرفوا. فلما خرجوا قالوا له: لم يبق غيري وغيرك، فاذكر حاجتك. فسكت الرجل فأطفأ المصباح وقال له: رحمك الله، لست ترى وجهي، فاذكر حاجتك. قال: أصلح الله الأمير، أصابتنا فاقة فأحببت أن أذكرها لك فاستحييت. فقال له سعيد: هون عليك، وإذا أصبحت فلق وكيلي فلانا. ولما كان الصباح لقي الرجل وكيل سعيد بن العاص، فقال له: إن الأمير قد أمر لك بشيء، فأتي بمن يحمله معك. قال: ما عندي من يحمله. ثم ذهب إلى زوجته فلامها وقال: حملتني على بذل ماء وجه سعيد بن العاص، فأمر لي بشيء يحتاج إلى من يحمله، وما أراه أمر لي إلا بدقيق أو طعام، ولو كان مالا لما احتاج إلى من يحمله ولا أعطانيه بيدي. قالت المرأة: مهما أعطاك فإننا بحاجة إليه فخذه. فرجع الرجل إلى الوكيل، فقال الوكيل: إني أخبرت الأمير أنه ليس لديك أحد يحمل عطيته لك، فأرسل إليك بهؤلاء الغلمان الثلاثة ليحملوها معك. فمضى الرجل أمامهم، فلما بلغوا البيت إذا على رأس كل واحد منهم 10,000 درهم. قال للغلمان: ضعوا ما معكم وانصرفوا. مش عارف انهم مصاري، فكرهن اكل. إن الأمير قد وهبنا لك. فإنه ما بعث مع غلام هدية إلى أحد إلا كان الغلام في جملة الهدية. سأل أعرابي سعيد بن العاص فأمر له ب500. على القصة الأولى مش بس أعطاه مصاري، أعطاه مصاري و3 عبيد. يعني تخيل إيش هذا الإنسان كرم وجوده. نعم. أعرابي قصة ثانية. سعيد بن العاص فأمر له ب500. قال له وكيله: 500 درهم أم دينار؟ قال: إنما أمرتك ب500 درهم، أما وإنه جاش في خاطرك أنها دنانير فادفع عليه 500 دنانير. خلص ما دام هي دنانير. فلما قبضها الدرهم طبعا فرق بين درهم والدينار، درهم فضة والدينار ذهب، والدينار 4 جرامات وشوي، وهذاك أقل من 3 جرامات فضة. يعني الفرق شاسع بالدينار واحد، بين الدينار والدرهم. عليكم السلام. يعني فرق شاسع أصلا، فبالك ب500 يعني هذا. بس قال له ما دام خطر في بالك دنانير خلاص هي دنانير. الله أكبر. فلما قبضها الأعرابي جلس يبكي. قال له سعيد: ما لك، ألم تقبض عطاءك؟ فقال: بلى والله، ولكن أبكي على الأرض كيف تواري مثلك. الله أكبر. وكان سعيد يقول لابنه عمرو: يا بني ابذل المعروف ابتداء من غير مسألة، أما إذا أتاك الرجل تكاد ترى دمه في وجهه من الحياء، أو جاءك مخاطرا لا يدري أتعطيه أم تمسك عنه، فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما كافأته. ولما حضرت سعيد بن العاص الوفاة جمع بنيه وقال لهم: يا بني، لا يفقدن أصحابي موتي غير وجهي، فصلوهم بما كنت أصلهم به، وأجروا عليهم ما كنت أجريه عليهم، واكفوهم مؤونة الطلب، فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد. والله لرجل يتململ على فراشه وهو يراكم أهلا لقضاء حاجته أعظم منة عليكم مما تعطونهم. كيف يعني إنه يعني هو بفكر فيك، ما فكر بغيرك، فكر إنه أنت اللي ممكن تعطيه مش غيرك. معناته هذا إنسان بكفي إنه ظن فيك هذا الظن، معناته هو يعني بيظنه هذا تجاهك أعظم من إيش ما كان أعطيته، إيش ما أعطيته هو أعظم. نعم. فلما مات قدم ابنه عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق على معاوية بن أبي سفيان في دمشق يخبره بوفاة أبيه، فبكى معاوية واسترجع وقال: هل ترك أبوك من دين؟ قال: نعم. قال: وكم هو؟ قال: 300,000 درهم. فقال معاوية: هي علي. فقال: إنه أوصاني ألا أقضي دينه إلا من 8 أراضي. اشترى منه معاوية أرضا بمبلغ الدين. عاد عمرو بن سعيد إلى المدينة. يعني شوف، حتى معاوية رضي الله عنه ما عجز عن العطاء. يعني قال له أبوي ما يعني وصى إنه تكون سداد الدين من مصاري اللي تيجي من أرضه. ما عجز معاوية إنه يعطي المصاري، راح شرى الأرض. يعني خلاص هو مصر إنه هو إيش يدفع. هذا شوف من ذكاء الرجل ده وفطنته، يعني إنه يعني مش لازم خلاص ما دام الطرف اللي أمامك رفض
عطية بأي فأنت بإمكانك أنك تعطيه العطية إذا كنت صادق في العطاء بطريقة أخرى، مش بالضرورة بنفس الطريقة اللي بدأت فيها. وهذا من كرمه وفطنته رضي الله عنه. نعم. عاد عمرو بن سعيد إلى المدينة وأمر مناديا ينادي بالناس أن من كان له دين على سعيد بن العاص فليأتي ابنه عمرا ليقبضه. فجاءه شاب معه رقعة من أدم نعم جلد كتب له فيها 20,000. فقال عمرو: كيف استحق هذا المال على أبي؟ فقال الشاب: كان أبوك خارجا من دار الإمارة معزولا من عمله، فتبعته أمشي معه، فلما رآني قال: لك حاجة؟ فأجبت: لا، ولكني أحببت أن أكون معك في هذه الساعة. فقال: كان معك الله. ثم قال: يا ابن أخي، اطلب لي داوة وجلدة. فأحضرتهما له، فكتب لي ب20,000، وقال: يا ابن أخي، إذا جاءت غلتنا دفعنا ذلك لك. فدفع له عمرو المال وزاده شيئا كثيرا. فقال الناس: من ترك مثل عمرو بن سعيد لم يمت. يعني رضي الله عن السخي الجواد حافظ كتاب الله سعيد بن العاص، ونور له في قبره. رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم، وأسأل الله أن يلحقنا بهم في دار السعادة والبقاء والخلد، وأسأل الله أن يجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بجاه من له جاه عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.